هل انت واحد من الناس اللي عندهم مشكلة كبيرة في انه يفهم الناس النيتيفز او متحدثين الانجليزي الاصليين؟ هل انت واحد بتخاف تتكلم قدام الناس وتخاف تسأل اسئلة لحسن مثلا تحس ان انت ما بتعرفش تتكلم كويس؟ في الفيديو انا هقول لك على اسهل خطوتين يخلوك تتكلم انجليزي مع اي حد مستواه اعلى منك بسهولة من غير اي مشاكل اطلاقا. حاول تكمل الفيديو ده معايا للاخر عشان في اخر الفيديو هقول لك ازاي تقدر تتواصل مع ناس بتتكلم انجليزي كلغة اساسية في اي وقت خلال اليوم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. خلينا اولا متفقين على حاجتين، ان النيتيف سبيكرز لما بييجوا يتكلموا معاك بالانجليزي بيتكلموا بسرعه جدا او بيتكلموا بالشكل الطبيعي زي ما انت مثلا بتتكلم بلغتك الاساسيه. لما انا كده بتكلم معاك عربي فانا بتكلم معاك طبيعي، مش بقول بقى مثلا انت ممكن تكون مش فاهمني فانا لازم ابطأ شويه او استخدم كلمات سهله. لا، هو بيتكلم طبيعي جدا بالشكل الطبيعي اللي هو بيستخدمه في بلد. طبعا بالاضافه الى ان في حاجه اسمها اكسنتس او لهجات، ودي بتختلف من شخص للتاني او من منطقه للتانيه. يعني انت ممكن تكون بتتكلم انجليزي كويس وفي اكسنت تفهمها كويس جدا واكسنت مش فاهمها كويس قوي. فده طبعا ما يعتمدش ان انت مستواك ممكن يكون ضعيف، لا بالعكس، انت ممكن يكون مستواك كويس جدا بس الاكسنت انت بس مش متعود عليه. طيب ايه الخطوات اللي انت محتاج تعملها علشان تقدر تفهم اي حد بيتكلم انجليزي بمستوى اعلى منك وتفهمه من غير اي مشاكل؟ اول خطوه عندك هي don't think, just do. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انت مش محتاج تفكر كتير خالص، وان انت محتاج تركز فقط في اللي انت المفروض تقوله او تركز في اللي بيتقالك. في بعض الناس اللي قالوا لنا شخصيا لما بنكون بنتكلم مع حد ببقى مركز فانا هقول ايه لما هو يخلص. يعني الشخص ده بيكون بيتكلم معاك وانت مش مركز في اللي هو بيقوله، انت مركز بس في انت هتقول ايه بعد ما هو ما يخلص. يعني انت مثلا هترد تقول ايه، هتتكلم ازاي، هتتكلم بأنهي اكسنت علشان هو يفهمك. فانت مركز في اتجاه والشخص ده بيتكلم في اتجاه تاني. طبعا دي مش حاجه صح، علشان ان انت توصل لمرحله ان انت تبقى فلوينت او بتتكلم بطلاقه مش محتاج ان انت تفكر في اللي بيتقال، ولكن انت بتقوله على طول من غير ما تفكر. فالمطلوب منك كده يا معلم ان انت تسمع اللي بيتقال لك تسمعه كويس وتركز معاه. وبعد كده لو انت مش فاهم ممكن تساله اسئله عادي جدا، ما تخافش من حته الاسئله وما تقلقش، علشان الاسئله دي هتساعدك ان الكونفرزيشن او المحادثه اللي انتوا ماشيين بتتكلموا فيها تستمر. وطبعا الاسئله اللي انت هتسالها للشخص مش شرط تكون اسئله ان هو انا مش فاهم او عيد تاني، لا انت ممكن تسال اسئله في الموضوع اللي هو بيتكلم فيه، فده هيخليه ان هو يرجع للنقطه دي تاني او يشرحها لك تاني او يعيد مثلا او يقولها بكلمات مختلفه، فالدنيا تبقى بالنسبه لك انت اسهل ان انت تفهم. فانت ما تحاولش تفكر في انت ممكن تقول ايه، ولكن انت اسمع الشخص اللي بيتكلم وبعد ما يخلص كلام ابدأ اتكلم على طول، وحاول ان انت ما تديش نفسك الفرصه ان انت تفكر. طبعا ده اكيد هيعتمد على المستوى بتاعك في الانجليزي حاليا هو ايه، ولكن من الاحسن والافضل ان انت تحط نفسك في الموضوع على طول، وان انت تسمع على طول وتتكلم على طول. ده هيسرع عندك فكره ان انت تتعلم بسرعه. طبعا وده ياخدنا للنقطه الثانيه والمهمه جدا، هي always ask questions. always ask questions. دايما لازم تسال اسئله. موضوع الاسئله ده حاجه المفروض ان انت ما تخافش منها وما تقلقش منها اطلاقا. لازم يبقى عندك فكره ان انا اي حاجه مش فاهمها هبدا اسال اسئله عشان افهم. طبعا حته ان انت تسال اسئله ده بيخلي المحادثه اللي انت ماشي فيها دايما مستمره. انت بتتكلم معايا في حاجه وانا برد عليك بسؤال او انا برد عليك في نفس الموضوع، ففي محادثه شغاله. مش معناه ان انا خايف اسال لحسن يقول ان انا مش فاهم، لا، شيل الموضوع ده من دماغك خالص، وعادي ان انت تسال اسئله ما فيهاش اي مشكله اطلاقا. طبعا لو انت واحد ما عندكش اكسس للنيتيف سبيكرز او انت واحد مثلا خايف ان انت تتكلم مع حد او لسه مستواك ضعيف شويه، ممكن بمنتهى البساطه ان انت تتفرج على افلام او مسلسلات وتشغل الانجليش سبتايتلز مع الافلام والمسلسلات. لازم الترجمه بالانجليزي تبقى شغاله قدامك وانت بتتفرج وانت مركز عليها كويس جدا. طبعا حاجه اللي انت مش فاهمها مش هتعديها كده وخلاص اطلاقا، ولكن انت هتحاول تكتب في النوت عندك اي حاجه انت مش فاهمها وتبدا تذاكرها وتفهمها. وطبعا ممكن تيجي تاني يوم في اليوم اللي بعديه على طول تبدا تتفرج على نفس الفيلم تاني بعد ما تذاكر الحاجات وتشوف نفسك، هتلاقي نفسك قدرت تفهم الموقف او المشهد ده بمنتهى السهوله، لان انت خلاص عرفت الايديومز او عرفت الكلمات اللي اتقالت او عرفت الموقف حصل فيه ايه بالظبط. وطبعا اكيد لو انت عايز تتكلم مع ناس نيتيفز دايما خلال اليوم، عندك في 2 ابلكيشنز مهمين جدا لازم تنزلهم عندك على الموبايل، زي هالو توك او لينجبي. طبعا دول بيساعدوك ان انت تدخل فويس رومز وتعمل كولز مع ناس نيتيفز دايما في اي وقت انت تحب. وبس كده، لو انت كملت الفيديو ده للاخر ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتسيب لي في الكومنت ايه الاكسنت المميزه بالنسبه لك او اللي انت بتفهمها بسهوله، واشوفكم في فيديو جديد.